اهلا بيكم في فيديو جديد، وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من مزيد، وانا عشان بحبك هقول لك اكيد. بيبدأ فيلمنا النهارده بماني اللي فقد كل عيلته بسبب الصيادين، وده سيد الكسلان واللي عيلته بتكون اتخلت عنه بسبب كسله، وده دييجو الشرس اللي خاطر بحياته علشان يحمي القطيع. والقدر جمع التلاتة دول لما اتكلفوا ان هم ياخدوا بالهم من طفل تايه، ولما رجعوا الطفل لاسرته بقى هم نفسهم اسرة. وهنا ماني قابل إيلي واتجوزه، وانضمت للقطيع هي واخواتها بالتبني كراش وايدي، وعدوا مع بعض مغامرات كتير، وكل مرة كانوا بيفكروا فيها انها نهاية العالم، بس كانوا بيخرجوا من كل مرة منها بسلام. وهنا كراش وايدي بيكونوا بيستعدوا علشان يعملوا مغامرة في الجليد، واختهم بتنادي عليهم وبتحذرهم انهم ما يعملوش حاجة خطر. وكراش بيقول انه زهق من إيلي ومن تحذيراتها الكتير دي. ايدي بيقول له والله وانا كمان، كل شويه تدي في اوامر وانه مخنوق منها. كراش بيقترح عليه ان يبقى ليهم مكانهم الخاص بعيد عن إيلي، وبيقعدوا يتخيلوا حياتهم لوحدهم وهم بيعملوا اللي هم عاوزينه براحتهم. وهنا بيكون قاعد دييجو وماني وسيد، وتيجي إيلي تقول لهم انهم يجروا بسرعه علشان في انهيار جليدي هيجي ويموته، وطبعا ده بسبب الخنازير دول. وماني بيزعق لهم لانهم دمروا المكان اللي قعدوا يبنوا فيه طول الربيع، وبيطلب من دييجو ان هو يعمل معاهم الجلاشه، بس بتيجي إيلي وبتدافع عنهم وتقول انها حادثه مش مقصوده ويلا ندور على مكان تاني ننام فيه. وكراش وايدي بيعرفوهم ان هم هيعيشوا في مكان لوحدهم، وماني بيتحداهم ان هم ما يقدروش يعيشوا لوحدهم. وإيلي بتقول ان هم لسه صغيرين وان مفيش حد هيمشي من هنا. وبيجي الليل وإيلي بتلوم ماني على اللي قاله لاخواتها، وبيقول لها انه عاوزهم يعتمدوا على نفسهم. وإيلي بتقول له انهم اخواتها وهم اللي انقذوا حياتها لما كانت في وسط الجليد لوحدها، وامهم اخدتها معاهم وربتها زي بنتها بالظبط، وكانت مهتم بيها جدا وكانوا مبسوطين كلهم. ولما امهم ماتت كانوا زعلانين عليها جدا، وعدتهم انها تفضل معاهم وتهتم بيهم زي مامتهم. ويجي سيد الكسلان يقول لها انه فقد مامته لكن هم عيلته. وبالليل بيصحى الخنازير والكل نايم وبيودعوا إيلي ويمشوا. والصبح إيلي بتاخد بالها ان الدنيا هاديه ومفيش قلق في المكان، وبتعرف ان هم مشيوا واخدوا حاجتهم، وبتزعل جدا وبتلوم ماني وبتقول له ان هو السبب في كل ده، وبتطلب منه انهم يدوروا عليهم. وفي نفس الوقت كراش وايدي بيكونوا بيلعبوا ومبسوطين، بس بيقعوا في مكان غريب كده، وبداوا يتمشوا في المكان ويستكشفوا فيه، وفجاه بتظهر وراهم كائنات متوحشه فبيخافوا منها ويطلعوا يجروا، وبيقعوا من فوق وبيلاقوا نفسهم في مكان جميل جدا مليان حيوانات غريبه عمرهم ما شافوها. وفجاه بيهجم عليهم عنكبوت ضخم وبيجروا منه وبيهربوا، لكن الحيوانات اللي في المكان بتهاجمهم. وفجاه بيظهر لهم باك البطل الاسطوري اللي في القصص اللي كانوا بيسمعوها، وبينقذهم وبيقول لهم ان انتوا جيتوا في الوقت الغلط، علشان في حيوان شرير اسمه ارسون هرب من المنفى بتاعه وعاوز يحكم العالم، وكل الكائنات دي شغاله معاه، وانكم لو ما خرجتوش من هنا هيعمل منكم بطاطس محمره ويتغدى بيكم. وبيقفوا في مكان علشان ياكل الطائر بتاعه، وبيسالهم هو انتوا ايه اللي جابكم هنا، وبيقولوا له ان هم كبروا ولازم يعتمدوا على نفسهم، وبيحكي له قصتهم، وبيقول لهم ان هو لازم يخرجهم من هنا لان هو الوحيد اللي يقدر يحارب ارسون، وانه مش هيقدر يعمل كده وهم موجودين. فبيقولوا له ليه كده يا عم، ده احنا بنحبك، جينا هنا علشان نعيش لوحدنا ونعيش المغامره، ما ترجعناش من تاني. وبيقول لهم ما ينفعش، انتوا صغيرين ولو قعدتوا هنا اكتر من كده هتموتوا. وبياخدهم من الفتحه اللي جم منها علشان يرجعهم تاني، لكنه بيلاقي صخره قافله الطريق، وفجاه بيظهر ارسون الشرير، فبيقول له انت هربت ازاي؟ يقول له لا ما تستهونش بقدراتي. وباك بيساله انت ليه حاطط الصخره دي في الطريق؟ فبيقول له علشان اللي زيك ما يقدرش يعدي العالم بتاعنا، وانه هيحكم العالم كله ومحدش هيقدر يقف قدامه. وباك بيتعصب عليه وبينادي ارسون على اتباعه ويأمرهم ان هم يخلصوا عليه، بس باك مش بيسكت وبيضربهم، بياخد الخنازير وبيهرب بالطائر بتاعه. وبعدين بياخدهم المكان الخاص بيه اللي بيكون مجهز بكل حاجه، وبيكونوا منبهرين بالمكان قوي، وبيقولوا له ان هم عايزين يعيشوا معاه على طول. وباك بيقول لهم ان هو هيخليهم هنا لوحدهم لحد ما يخلص على ارسون، وبعدين يبقى يرجعهم تاني. وكراش وايدي بيقترحوا عليه انهم يساعدوه، وبنروح لإيلي وماني واصحابهم اللي كانوا لسه بيدوروا على كراش وايدي ومش لاقيينهم. وإيلي بتقول لماني انهم دلوقتي لوحدهم وزمانهم خايفين، فبيقول لها ما تقلقيش هنلاقيهم، علشان لو ما ظهروش انا اللي هقتلهم. وإيلي بتتضايق منه. وبنرجع تاني لكراش وايدي واللي بيكونوا بيتكلموا مع باك وانهم ازاي هيقضوا على ارسون، وبيسالوه ليه هو شرير كده، فبيحكي لهم انه هو صغير كانوا الناس بيتريقوا عليه بسبب دماغه الكبيره، وانه كل ما يكبر دماغه تكبر اكتر. وهو كان شايف الحوار ده دليل على قوته وان اذكى من اي حد تاني. ومن بعدها هو قرر انه هينتقم من كل اللي اتريقوا عليه. وانا حاولت اساعده وقلت له انه ينضم للفريق بتاعي وان كلنا زي بعض ونعيش في سلام، لكنه رفض علشان ماهوش مؤمن بالمساواة، ومؤمن ان القوي لازم يسيطر على الضعيف. وانا وقفت في طريقه، وعلشان كده عمل ليا فخ علشان يتخلص مني، واللي دفع الثمن اصحابي اللي ماتوا بسببه. وبالرغم من اني حزين على اصحابي، بس اليوم ده انتصرنا على ارسون، وعلشان نعيش في امان نفيناه في جزيرة. وكنا مفكرين ان لما يعيش لوحده هيغير رايه، لكن حصل العكس، قلبه
قلبه بقى مليان شر وكراهيه، واتعرف على الكائنات الشريره وهرب من هناك وهم معاه، وعاوز ينتقم ويتحكم في العالم كله. وهو قاعد بيحكي لهم القصه بيحس ان في حد معاهم في المكان، وفعلا بيلاقي التنين بتاع ارسن وبيمشي وراهم وبيقول للخنازير ان هم ما يعملوش صوت، لكنهم علشان اغبياء طلعوا صوت واتقفشوا وباك بيحاربهم. لكن فجاه بيطلع غاز وباك بيغمى عليه، ولما بيفوق بيقولوا له ان احنا الروايح دي مش بتاثر فينا يا معلم. وبعدين بيلاقي اللي بتتشقلب في المكان دي واسمها زي، وبنعرف ان هي اللي انقذته، وبتقول له انهم لازم يتخلصوا من ارسن لانه هيدمر السلام اللي كافحوا علشانه، وانه لو فضل كده العالم هينتهي. وهم في طريقهم بيلاقوا التنانين بتاعه ارسن موجودين في البحيره اللي فيها الحيوانات وعاوزين ياكلوهم، وبيروح باك بسرعه الحيوانات علشان يحذرهم من الخطر ده، وبيقول لهم ان هم لازم يمشوا من المكان، لكنه مش بيلحق وبتهجم عليهم التنانين بسرعه والحيوانات بتجري. وباك بيحاول ينقذهم ويحارب الكائنات المتوحشه، وبيجي الشرير ومعاه مجموعه من الجيش بتاعه، وبيقول لباك ان هو هيقضي عليه هو وكل الحيوانات اصحابه. وزي بتقول له يلا بينا نجري، وبتقول له ان هم مش هيقدروا يهزموا ارسن من غير ما يعملوا خطه، وانهم محتاجين المساعده من حد. فبيقول لها مفيش غير مخلوق واحد هو اللي يقدر يساعدنا في المهمه دي. وبيركبوا القارب بتاع باك وزي، وبيجي الليل وكراش بيقول لايدي اننا لما سيبنا القطيع كنا عاوزين نبقى مستقلين ونثبت نفسنا، وباك بينام ويقول له ان دي اكيد فرصتنا. وبيبداوا هم يسوقوا القارب والتنانين بتراقبهم. وتاني يوم بيصحوا باك ويقولوا له ان هم مشوا على الخريطه ويوصلوا للمكان اللي رايحين له، وبيروحوا لديناصوره كبيره وقويه وبيطلبوا منها المساعده، بس بيبقى عندها مشكله في اسنانها وهم بيعالجوها. وبيجي وراهم ارسن والكائنات المتوحشه وبيقول له انت صعبان عليا والله، انت مش هتقدر تهزمني، الديناصوره اللي معاك دي عجوزه ومش هتقدر علينا، واني خلاص هتحكم في العالم كله. وترد زي وتقول له ده على جثتي، وبيأمر التنانين ان هي تهاجمهم، وبتبدا الحرب بينهم وبين باك وزي، لكنهم مش بيقدروا عليهم وبيهربوا منهم على الصخر. وباك بيقرر يضحي بنفسه علشان ينقذ زي وكراش وايدي، وارسن بياخده ويحبسه في صندوق علشان يكون عبره لكل الحيوانات. وبتتفق زي مع الديناصوره انها تستعيد قوتها وتروح لهم عند بير الميه، وبتمشي زي وكراش وايدي وبيركبوا القارب. وكراش وايدي بيلموا نفسهم وبيقولوا ان باك كان ممكن يهزم ارسن بس ما قدرش بسبب وجودهم. وزي بتقول لهم ما تقلقوش وان في خطه هنمشي عليها ومحتاجه مساعدتكم، وبتشرح لهم الخطه، بس هم بيقولوا لها ان عددهم كتير ومش هنقدر عليهم احنا الثلاثه بس. فبتقول لهم ان احنا لو عرفنا هو بيتحكم فيهم ازاي هنقدر نهزمهم. وبيروحوا وبيستعدوا ويبداوا التدريبات. وهنا بتكون إلي وماني واصحابهم لسه بيدوروا على ايدي وكراش، وبيلاقوا حفره حوالين منها اثار رجليهم، وبيقولوا واضح ان هم راحوا العالم المفقود. وبيدخلوا وبتقابلهم الديناصوره وتحكي لهم على كل اللي حصل. في نفس الوقت بتكون زي وايدي وكراش وصلوا لمكان باك، وبيحدفوا على التنانين غاز علشان يقدروا يعدوا منهم. والديناصوره بتاخد إلي واصحابها وبيوصلوا لباك، وبينضموا كلهم مع بعض وبيبقوا مجموعه وبيحاربوا التنانين. وباك بيحاول يقنع ارسن انه يوقف الحرب وان كلهم يرجعوا يبقوا صحاب ويعيشوا في سلام، لكنه مش بيقتنع بكلامه وبيهجم عليه. وقبل ما يوقعه بيولع النار في ايده ويقول له انا هامر التنانين بتاعتي انها تخلص على اصحابه. لكن كراش وايدي بيكونوا عرفوا هو ازاي بيتحكم فيهم وبيسيطر عليهم، وهم اللي بيسيطروا عليه المره دي، وبيتحكموا هم فيهم ويقدروا يهزموا ارسن، وكل ده بسبب ايدي وكراش. وباك بيشكرهم وبيعتذر ايدي وكراش لاختهم إلي، وهي بتقول لهم ان هي المفروض تتاسف ليهم لانها بتحبهم وكانت خايفه عليهم بزياده. والكل بيكون فخور ومبسوط بيهم. دام وصلت لنهايه فيلمنا يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا، وعيلة في كلمه ونص هتزيد بيك واحد. وما تنساش تفعل الجرس علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول.